سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. مساكم الله بالسعادة والسرور. مسؤولين الشرعية ووزراء الشرعية هذه جالسين يتكلموا على الفساد في صنعاء والنهب في صنعاء والسرقة في صنعاء و أنتم آخر من يتكلم على الفساد، والله العظيم أنتم آخر من يتكلم على الفساد وعلى المفسدين، وآخر من يتكلم على السرق وعلى السراقين، وآخر من يتكلم على النهب، وآخر من يتكلم على الظلم، وآخر من يتكلم على البطش، وآخر من يتكلم على اللصوصية، وآخر من يتكلم على النظام والدولة والقانون والبلاد. أنتم آخر من يتكلم. لا على بلاد حفظتم، ولا على ثروة وبهتم، ولا على جزر يعني أبقيتم، ولا على موانئ حافظتم، ولا على دولة، ولا على دستور، ولا على سيادة صنتم، ولا على دماء دافعتم، ولا أنتم آخر من يتكلم عن اليمن واليمنيين. وكل ما يحصل في اليمن من فساد ومن نهب ومن سرق ومن لصوصية أنتم تتحملون سبب. عقود من الزمن سرقتم البلاد والعباد ونهبتوا الثروات، بعتوا السمك، بعتوا الذهب، بعتوا الآثار، بعتوا الغاز، بعتوا البترول، وبعد هذا كله بعتوا البلاد مقابل القصف والحصار والعدوان. طيلة 8 سنوات. فمن العيب ومن الوطاءة ومن الدناءة ومن الدناقة انك تتكلم على فساد بيحصل بصنعاء. مالك شغل انت، خلي المواطن يتكلم، لان بطنك مليانه حرام، بطونكم حبلى باموال الشعب وثروات الشعب. من حقي انا كمحمد عبد الله مسمري او اي نشط او اي اعلامي ان ينتقد ما يحصل في صنعاء من فساد، من حقي، شيء طبيعي، مواطن بسيط بطن فاضيه. لكن انت سارق وناهب وباسط وأية عدوان وحصار وتجويع ومئات الآلاف من الشهداء، لا أدنت ولا تكلمت، سلمت الجزر، سلمت الموانئ، سلمت البر والبحر والجو والسيادة، وقبلت بالوصاية وارتهنت العدوان، وعد فوق هذا تكلم إنه هناك فساد في صنعاء. إيش دخل جدتك أنت؟ نظف بطنك أول، نظف بطنك أول يا موزع المرق. أهل بيتك حق يا موزع النصائح على غيرك والانتقادات. الناس بينتقدوك أنت، نظف بطنك ونظف بيتك ونظف جهالك. فلا تجيش تصلح نفسك انك حريص على البلاد. والله ما انت داري وين اليمن ولا وين اليمنيين. 8 سنوات الامر في صنعاء مستتب، في فساد لكن في امن مستتب، العمله مستتبه على ما هي، الاسعار نفس الشيء، في عدن اغلى، وهذا الشرعي حقك، في عدن اغلى، العمله بالدهور، السرق أن يا رجال بيورد البترول كله لبنك الاهلي السعودي، ولا منكم حتى بيان ولا كلمه واحده لو فيكم الذره بالجوله وذره شرف. فانت اخر من يتكلم على ما بيحصل من صنعاء من فساد. المواطن نفسه البريء ذي بطن فاضيه ذي عياله بياكلوا حلال يتكلم عن الفساد. مش شغلك انت. هذا اولا. ثاني شيء، قبل ان تتكلم عن الفساد ضحى الشعب اليمني بنص مليون ولا سمعنا لابوك نخس. النهب من ميناء نشطون، من بلحاث، من ميناء عدن، هذا كلها سلمت للامارات. جزيره سقطرى، جزيره ميون، جزيره كامران سلمت للامارات. الامارات ايضا وقعت عقد مع شركه توتال الفرنسيه ولا سمعنا لك نفس. وين ثروات الشعب هذه كلها؟ حصلتم على جزء منها ولا لا؟ وهو يتكلم على انه هناك فساد، ان ابناء الشعب لا انتم سبب. لو اسستوا دوله ونظام وقانون من زمان طيله الفتره السابقه هذه مسكتوه، ان اليمنيين كلها مشوا عليها. لكن انتم السبب، انتم الجذع، وانتم الساس، وانتم الراس، وانتم الاصل، وانتم انتم سبب الفساد في اليمن. والله ما سرق سارق، ولا نعق ناعق، ولا العق لاعق، ولا دمر مدمر، ولا نهب ناهب، ولا ارتزق احد الا وانتم السبب. لانه الاساس ما بني على باطل فهو باطل، بنيتم نظام فاسد. كل الوزراء سرقوا هذا، وما يجي بعدهم نفس الشيء مشوا على ما مشيتم عليه. ولا لو اسستوا نظام صح ذو عدل ذو قانون ودستور مش الناس كلها عليه، وما سرقت ولا ارتهنت ولا بعت ولا عبيتها حرام، ان الناس كلها مشيت عليه. بيستحيل يجي بعدك انه يسرق لو انت كنت انسان بالناس وكنت انسان صادق مع وطنك ومع شعبك. اتحدى مشرف ولا مسؤول ولا اي حدا يسرق لو لم يراك تسرق من قبل. علنوا السارق دي بيجي شاف دي قبل ما اسرق منه. فكل واحد بيقول دي بيجي ذا الحين بيقول اعبي الطربه لك دي غيري عبى الطربه لو مشى وانا اعبيها من جزدي عبوا. ف بيوتكم في القاهره، في تركيا، في صلاله، في مصر، في السعوديه، في الامارات، في ماليزيا، في كل مكان. فانتم اخر من يتكلم. عاد الفضيحه حق المنح ما قد لها الا شهر، الجيفه حقكم ما قد يبست، والسلح حقكم ما قد يبس، ما قد جف. 20 مليون دولار بدلات ونثريات وسياحه وبدل السفر ورواتب لاولادكم وبناتكم واغربائكم. فاخر من يتكلم عن الفساد انتم. هذه رساله واحده. الرساله الثالثه الى اعلام الشرعيه. عيب والله عيب. قنوات الشرعيه الفساد في صنعاء وتضييق الحريات والمفسدين وينهبوا ثروات الشعب. 8 سنوات واحنا في عدوان ولا سمعنا لكم نفس. هذا كيل بمكيالين وهذا نفاق.
لا تقول لي على راتب واحنا بالسعوديه تستطيع ان تخرج كل حتى تلعب. ما يموت احد. ان كنت تؤمن ان الرزق بيد الكفيل هذا ولا بيد اللجنه الخاصه ولا غيره فقد اشركت بالله، لانك وضعت اله جنب الله سبحانه وتعالى الرزاق المعطي. لا تخاف من شيء والله سبحانه وتعالى هو المعطي. لا تخاف من شيء. حصار وعدوان وجرائم وانتهاك المحارم، انتهاك كل صغيرة وكبيرة. الأعراس قصفوها وجسر قصفوها وكباري قصفوها والمدن قصفوها والحواري قصفوها ولدت نخس، سرق ونهب ولصوصية بالملايين تحصل من وزراء شرعية. الغاز اليمني والبترول اليمني يورد المنك أهل السعودي ولا سمعنا لكم نخس، لكن لحد حاكنا على صنعاء قمتوا تعملوها الثورة. وليش ما تكلمتوا على الفساد اللي بيحصل في صنعاء قبل شهرين 3 شهور قبل سنة وسنتين؟ ما قال لا تكلمنا احنا تركبوا الموجة علشان تقولوا للناس عنوا احنا بنتكلم معهم، هم مدعومين منا. انتم سبب من اسباب الفساد، تكلموا على او اكفوا انفسكم وانتقدوا مسؤولين الشرعيه وجزاكم الله خير. اخر من يتكلم اعلام الشرعيه ومسؤولين الشرعيه على الفساد وعلى السرق، كل واحد ضبطنا وبطني جاء الاول وبعدها الحق ان ينتقد. اما والجيفه ملان وبتنتقد الناس على ريحتهم عيب، استح على نفسك.